واش عمرك تسالتي كيفاش جوجل شيت كيقدر يدير الحسابات بوحدو؟ مثلا عندك جدول فيه المبيعات ديال الايام ديال الاسبوع وبغيتي تحسب المجموع ديالهم او تضرب الارقام او تحسب نسبه معينه، بدل ما تبقى تحسب كلشي بيدك تقدر تخلي جوجل شيت يدير الحسابات بلاصتك باستعمال فورميلا. ولكن باش تستعمل فورميلا بطريقه صحيحه خصك تفهم واحد الحاجه مهمه بزاف اللي هي سيل ريفرنس. في هذا الفيديو غادي نتعلموا كيفاش نكتبوا فورميلا وشنو هو السيل ريفرنس والفرق ما بين ريلاتيف ريفرنس والابسوليت ريفرنس، وحتى كيفاش نستعملوا علامات الدولار باش نثبتوا خليه معينه. ندوزو الشرح. اول حاجه خصك تعرف هي ان اي فورميلا في جوجل شيت خصها تبدا بعلامه تساوي. مثلا الا بغيت نحسب 10 زائد 20 نقدر نكتب تساوي 10 زائد 20 ونضغط على اونطري. جوجل شيت غادي يحسب العمليه ويعطيني النتيجه. وتقدر حتى دير عمليات اخرى، الجمع كنستعملوا فيه الزائد، الطرح كنستعملوا فيه الناقص، والضرب كنستعملوا فيه النجمه، القسمه كنستعملوا فيها سلاش هكا. مثلا الا بغيت نضرب 10 في 5 كنكتب تساوي 10 نجمه 5. ولا بغيتي نقسم 100 على 5 نكتبو تساوي 100 نديرو سلاش ونديرو 5. ولكن في الجداول الحقيقيه ماشي ديما غادي نكتبو الارقام بيدي، وهنا فين كيجي الضوء ديال السيل ريفرنس. كل خليه في جوجل شيت عندها السميه ديالها بوحدها، وهاد السميه كتكون من حرف العمود اللي هو الكولون والرقم ديال الصف اللي هو الرو. مثلا هاد الخليه هنا عند بي جوج. علاش بي جوج؟ حيت هي موجوده في الكولون بي اللي هو العمود بي، والرو جوج اللي هو الصف جوج. دابا بلاص ما تكتب الارقام مباشره داخل الفورميلا نقدر نستعمل الخلايا. مثلا عندي هنايا في بي جوج 100 وفي بي 3 عندي 250. بلاص ما نكتب الا بغيت نجمعهم تساوي 100 زائد 250 نقدر نكتب تساوي بي جوج زائد بي 3. بهاد الطريقه نقدر ديك الساعه نغير اي داتا في هاد البلايص وما غاديش تاثر ليا النتيجه الاخرى. يعني نقدر ديك الساعه ندير ليه بغيت 300 ندير 500، النتيجه الاخرى غادي تعطيني الجمع ديال البلاصه تاع بي جوج والبلاصه ديال بي 3. بهاد الطريقه جوجل شيت غادي يمشي للخليه بي جوج ياخذ الارقام اللي فيها، ويمشي للخليه بي 3 وياخذ الرقم اللي فيها، ومن بعد يجمع بيناتهم. هنا فين غادي يبان لك علاش ستيل ريفرنس مهمين بزاف، حيت الا تبدلوا الارقام داخل كل خليه كما قلت لكم النتيجه ديال الفورمولا غادي تبدل اوتوماتيك. دابا وصلنا لواحد المفهوم اللي هو مهم بزاف اللي هو relative reference. هذا هو النوع العادل ديال ستيل ريفرنس اللي تنستعملوه في جوجل شيت. باش نفهموه عندي هنا واحد الجدول ديال المبيعات، عندي فيه اسم الموظف، المبيعات الشهر الاول والشهر الثاني والشهر الثالث، وبغيت نحسب الطوطال ديال المبيعات كل موظف. في اول خليه ديال الطوطال نكتبو مثلا هنايا تساوي، ندير بي جوج وندير سي جوج وندير دي جوج ونضغط على اونطري. دابا عندي النتيجه ديال اول موظف، ولكن واش خاصني نعاود نفس الفورميلا لكل موظف؟ بطبيعه الحال لا. نقدر غير نسحب فورميلا، نمشي للفورميلا نورك عليها نضغط عليها غادي يبان لك واحد العلامه هنايا اللي هي في الهاندل، نورك عليها ونسحبها لتحت. شوفوا شنو يوقع. في الصف الاول كانت الفورميلا كنستعملوا فيها بي جوج وسي جوج ودي جوج. ملي كنسحبوا للصف اللي مواه تتولي في جوجل شيت تيبدل لك اوتوماتيك، ما تبقاش بي جوج تتولي بي 3 سي 3 ودي 3. يعني جوجل شيت فهم اني بغيت نحسب نفس العمليه ندير نفس العمليه ولكن مع صفوف اخرين. هذا هو ريلاتيف ريفرنس. دابا غادي نشوفوا واحد النوع اخر مهم بزاف اللي هو ابسوليت ريفيرنس. تخيل دابا عندي واحد الجدول ديال المبيعات وعندي نسبه العموله مثلا 3% موجوده في خليه بوحديتها، وبغيت نحسب العموله ديال كل موظف. مثلا الا كانت عندي المبيعات في بي جوج ونسبه العموله كاينه في او جوج، نقدروا نكتبوا تساوي بي جوج نجمه ونديروا او جوج. النتيجه غادي تكون صحيحه بالنسبه للموظف الاول، ولكن ملي غادي نبغيو نحسبوا الفورمولا لتحت نسحبوا ديك اللعيبه هكا بحال هكا غادي نوقع في واحد المشاكل. هنايا جوجل شيت غادي يبدل او جوج او 3 ومن بعدها او 4 وهكذا نبقاو نديرو. فهمتي؟ يبقى ديما يهبط لك لتحت. ولكن حنا اصلا بغينا نستعملوا نفس العموله ولكن اللي كاينه في او جوج مع الموظفين كاملين. يعني خصنا نقولوا دابا الجوجل شيت ما تحركش هذه الخليه، وهنا فين غادي نستعملوا ابسوليت ريفرنس. باش نثبتوا الخليه او جوج كنكتبوها هكا، تنديروا العلامه ديال الدولار وتنزيدوا او، تنديروا العلامه ديال الدولار عاوتاني تنديروا جوج. دابا هاد الفورمولا غادي تولي بي جوج نجمه العلامه ديال الدولار او العلامه ديال الدولار جوج. دابا ملي غادي نسحبوا الفورمولا لتحت بي جوج غادي تولي بي 3 ومن بعد بي 4، ولكن او جوج غادي تبقى ديما بلاصه حيت استعملنا الدولار. وهنا هو الفرق الاساسي. ريلاتيف ريفرنس كتحرك ملي كتنسخ الفورمولا، اما الابسولوت ريفرنس كتبقى ديما ثابته في بلاصتها. ولا ما بغيتيش تكتب العلامه ديال الدولار بيدك كاين واحد الاختصار اللي يمكن لك يسهل عليك الخدمه. ملي تكون داخل فورمولا وتحدد الريفرنس ديال الخليه تقدر تستعمل اف 4 باش تبدل النوع المرجع، ولكن على حسب النوع ديال الكيبورد واللابتوب ديالك تقدر تستعمل الاف ان زائد اف 4. المهم هو تعرف الفكره. الهدف هو انك تثبت الخليه اللي هي باش ما تبغيش اللي ما بغيتيهاش تحرك ملي تنسخ الفورمولا.
دابا الا كتبتي الفورميلا وبغيتي تبدلها، عندك جوج ديال الطرق ساهله. الطريقه الاولى اللي هي تمشي للخليه اللي بغيتي تبدل وتضغط على دوبل كليك، من تما يمكن لك ديك الساعه تبدلها بطريقه عاديه، يعني تجي تكتب تنقص تمسح داكشي اللي بغيتي وتزيد اللي بغيتي. الطريقه الثانيه اللي هي تستعمل فورميلا بار اللي كاينه الفوق، ها هي هنا تقدر تبدل اللي بغيتي، تزيد اللي بغيتي، تنقص اللي بغيتي، ولا درتي شي الا بدلتي شي حاجه وبغيتي تلغي التعديل اللي بغيتي اللي درتي مع الكيتواك على البطوله ديال اسكيب. يعني اليوم تعلمنا مجموعة ديال الحوايج مهمة. أول حاجة أي فورميلا خصها تبدا بعلامة تساوي. ثانيا تعلمنا العمليات الأساسية تاع الجمع، الطرح والضرب والقسمة. ثالثا تعلمنا أن كل خلية عندها واحد سيل ريفيرنس بحال بي جوج سي 5. رابع حاجة تعلمنا الغولاتيف ريفيرنس اللي كتبدل المراجع ديالها اوتوماتيك ملي كتنسخوا الفورميلا. والخامس حاجة تعلمنا اللي هي الابسولوت ريفيرنس، هي فاش تنستعملوا فاش نبغوا نثبتوا خلية بوحديتها بالعلامة ديال الدولار ولا اف 4. هذا هو الفرق ما بين الابسولوت ريفيرنس والغولاتيف ريفيرنس، ومهم بزاف خصوصا ملي تتبغي تخدم على جداول كبارين ومعقدين. دابا ما عليك تجرب شي جدول صغير وتطبق في هذه الامثله بوحديتك باش غادي تزيد تفهم. الفيديو الجاي غادي نكملوا ادوات جديده وتقنيه جديده باش مهمين بزاف في جوجل شيت. الا بغيتي تتعلم جوجل شيت من الصفر تبع معايا الفيديوهات وما تنساش تشترك معايا في القناه وتهلاو.